يلا بينا نعمل دايرة، وازاي نعمل التزايد بتاع الدايرة ونظبط مقاساتها. المفروض ان انا بعمل الدايرة العمود بلفة في الدايرة السحرية، بس انا هعملها لكم المرة دي بطريقة حلوة. هرتفع 4 سلاسل علشان انا هعمل 12 عمود بلفة. لو انتي هتعملي ازيد خليهم 5 سلاسل. ارتفعت ال4 سلاسل، هخش في اول سلسلة واعمل منزلقة. يبقى انا هنا الشغل بتاعي كله جوه الدايرة هنا، دي قفلت بيها في المنزلقة، الشغل بتاعي كله هنا. طبعا المفروض ان احنا بنرتفع 3 سلاسل بمثابة اول عمود، لا هنعمل طريقة احسن. هنخش في الدايرة وهنعمل غرزة حشو، وبعدين نعمل سلسلة. دي مش هتبقى بمثابة اول عمود، لا خالص، احنا هنتجاهلها. هنعمل ال 12 عمود بلفة بتوعنا جوه الدايرة. لكل مبتدئة مش عارفة ازاي العمود بلفة بيتعمل، احنا بنلف الخيط على الابرة لفة وبنخش جوه الحلقة او الغرزة، ونطلع من طرفين خيط ونطلع من طرفين كده، تكون معانا عمود بلفة. المفروض انا هنا قلت هعمل 12 عمود بلفة، انا عملت كده 4، هكمله وارجع لكم. عملت 12 عمود بلفة في جوه الدايرة اللي انا كونتها ب4 سلاسل. هخش في اول سلسلة هنا، انا تجاهلت الارتفاع اللي انا عملته. خلاص انا هقفل بمنزلقة، دي الطريقة العادية بتاعتنا، وبنرتفع 3 سلاسل. لا انا مش هقفل بالطريقة دي، هوريكم طريقة احسن. انا هشد الخيط شوية بس واخش جوه تحت اول حلقة، وهشد الخيط اللي ورا كده، اقفل الخيط شوية بسيط خالص، مش هشد قوي ومش هوسع قوي، يعني حاجة بسيطة جدا. بعدين الف عادي بقى الدايرة بتاعتي. انا هنا ارتفعت، هخش تاني في نفس الحلقة اللي انا فيها من تحتها كده، واعمل اعمل حشو، وبعدين ارتفع سلسلة. طبعا دي مش في العد بتاعنا. هنعمل ايه؟ اي دايرة بنعملها بيبقى التكوين بتاعها لازما يكون عدد زوجي، ما ينفعش عدد فردي. ينفع عدد فردي بس الاحسن والنتيجة الاحسن عدد زوجي. انا هنا عملت 12 عمود بلفة، فالمفروض ان هعمل تزايد في تاني سطر، يعني معايا 24 عمود بلفة. هعمل في اول حلقة هنا 2 عمود بلفة، وانا قلت ان الارتفاع اللي احنا عملناه ملوش علاقة ومش هنعده. عملت 2 عمود بلفة، وهكمل بقية الدايرة 2 عمود بلفة، هيبقى معايا الناتج 24 عمود بلفة. لو انتي عاملة 10 التزايد بتاعك هيبقى 20، وهكذا. السطر التاني كله عبارة عن تزايد للسطر الاولاني. دي اي دايرة انت بتعمليها وبتنفذيها، واي قطعة انت هتنفذيها، السطر التاني عبارة عن تزايد للسطر الاولاني. وطبعا ما ننساش نعد شغلنا علشان نتأكد ونطمن ان احنا ماشيين مظبوط. السطر التاني لما هخلصه ال24 عمود بلفة، هعرفكم ازاي نرتفع للسطر الثالث وازاي نكون السطر الثالث. وكل اللي مش عارف العمود بلفة بيتعمل ازاي، المبتدئة هنلف الخيط على الابرة، هندخله في الحلقة نشد الحلقة لفوق، الخيط لفوق، هيتكون معايا 3 حلقات، هطلع من 2، هيفضل معايا 2 على الابرة واطلع منهم كمان كده غرزة العمود بلفة. كده هيتكون معايا في السطر 24 غرزة عمود بلفة. وطبعا زي ما قلت لازم نعد عشان نتأكد.
كده اوكي تمام. هنقفل ازاي؟ احنا قلنا ان احنا القفل بتاعنا العادي منزلقة، فاحنا مش هنقفل بالطريقة دي. هنشد الخيط شوية، هخش تحت اول عمود. طبعا الجزء ده انا متجاهلاه زي ما قلت لكم، واشد الخيط تحت الحلقتين كده، وابدأ اقفل كويس، اشد الخيط كويس علشان الشغل والدايرة بتاعتي تطلع مظبوطة، واخش في نفس الحلقة من تحت اعمل حشو وارتفاع سلسلة. السطر الثالث عمودين بلفة، عمود بلفة، عمودين بلفة، عمود بلفة. ده التزايد بتاعي في السطر الثالث. اول حاجة اول غرزة بتبقى التزايد 2 عمود بلفة وبعدين عمود بلفة. هقفل معاكم السطر الثالث واكمل الدايرة، وبعدين اشرح لكم عملت ايه. خليني هنا اشرح اللي فات. انا عملت تزايد، بعدين عمود بلفة، تزايد، عمود بلفة، تزايد، عمود بلفة، تزايد، عمود بلفة، تزايد، عمود بلفة، وهكذا. بس في الارتفاع اول سطر بنرتفعه هو بيكون فيه تزايد، يعني ما ينفعش نرتفع بواحدة بس وبعد كده التانية تزايد، لا، لازم الارتفاع بيكون 2 تزايد، وبنكرر بقية السطر على كده، وبقية التزايد باقي السطور ايا كان عدد السطور اللي انت هتعمليه. لو هتعملي 10 سطور 15 20 سطر، انت بتمشي بالطريقة دي، انك بالتزايد بيبقى في اول غرزة وبعدين بتكملي بالطريقة اللي انا قلتلك عليها. هكمل معاكم علشان اشرح لكم. انا عملت 2 تزايد كده، واحدة تزايد، واحدة فردي، تزايد، بعدين غرزة، تزايد، عمود، عمودين هنا، بعدين عمود. انا مشيت تزايد، عمود بلفة، تزايد، عمود بلفة. هقفل، مش هنقفل بالطريقة العادية بتاعتنا، احنا قلنا هنشد الخيط شوية وبعدين هنخش تحت اول حلقة احنا عملناها، هنشد الخيط كده معانا لورا، نبدأ بقى نقفل ونشد الخيط شوية، هيبقى معانا بالشكل ده. طيب انا دلوقتي هنا فكت، عايزة نقفلها. انا هكتفي بالقدر ده واشرح الباقي المرة الجاية. طبعا كده وضحت اكتر احنا بنرتفع ازاي وبنعمل التزايد ازاي والعدد بتاعنا كان ماشي ازاي. السطر الاولاني عملت 12 عمود بلفة، السطر التاني كان تزايد في كل غرزة تزايد، يعني 24 عمود بلفة، وبعدين السطر التالت كان تزايد 2 تزايد وبعدين عمود بلفة و2 تزايد، يعني معايا 36. انا هنا عملت الدايرة، ابتديت ب 12 عمود بلفة وقفلت زي ما وضحت الشرح الفيديو اللي فات. السطر التاني 24 لان السطر التاني كله تزايد. السطر التالت 2 عمود بلفة وبعدين عمود بلفة، 2 عمود بلفة وبعدين عمود بلفة. السطر التالت 2 عمود بلفة، 1 عمود بلفة، 1 عمود بلفة وبعدين 2 عمود بلفة، 1 عمود بلفة، 1 عمود بلفة. السطر اللي بعده وهكذا، 2 عمود بلفة، 1 عمود بلفة، 1 عمود بلفة، 1 عمود بلفة. ووضحت القفلة ازاي. بناء على كده
بيديكي شكل الدايرة او شكل الكوستر، يعني مفيش فيه باين فين القفلات وارتفاع ال3 سلاسل. السطر الاول لما انا عملت فيه 12 عمود بلفة، السطر التاني عملته تزايد ف 24 عمود بلفة. طيب السطر التالت عدده 36 عمود بلفة، 36 غرزة. طب انت تعرفي منين ان هو هيبقى 36؟ او انت شغالة صح او انت شغالة غلط؟ السطر الثالث بتضربيه في عدد السطر الاولاني. يعني انت في السطر الاول عملتي 12 عمود بلفة، 12 عمود بلفة دول هتضربي 12 في 3 هيساوي 36، يعني الصف الثالث 36 عمود بلفة. السطر الرابع تعرفي عدده ازاي انت شغالاه صح ولا غلط؟ بيساوي عدده في عدد الصف الاول، يعني بتضربي ال 12 في 4 بيطلع 48 عمود بلفة، فمعنى كده ان السطر الثاني 48 عمود بلفة. احنا كده عملنا ده سطر 2 3 4 5. طب السطر الخامس نعرف منين عدده مظبوط ولا لا؟ هنضرب ال 12 عمود اللي هما السطر الاولاني في 5 هيطلع 60 عمود بلفة، فمعنى كده ان السطر الخامس 60 عمود بلفة. كده دايرة بالتزايد بتاعها بالقفلة. اتمنى الشرح يكون واضح. شياكتك تبدأ بلمسة كروشيه، فضلا اشترك في القناة.